استهلاك مخك في اليوم من السكر 125 جرام، 8 كيلو سكر، وبقيت جسمك 125 جرام. يعني انت عايز في اليوم ربع كيلو سكر عشان تكفي خلايا جسمك. السلام عليكم. خير ما نبدأ به الكلام هو الصلاة والسلام على خير الأنام، وبسم الله نبدأ. بعد الفيديو الأخير اللي انتقدت الناس اللي تتنصح بأكل كمية كبيرة ديال السكر، لقيت تعليقات من مصر ومن الشرق ومن المغرب بأنهم فاهمين خطأ. كاين اللي تيقول كمية كبيرة من السكر ماشي مشكل، وكاين اللي تيعطي واحد العدد ديال الغرامات، وكاين اللي تيقول بأن الدكتور ما قالش هاد الشيء. بالنسبة للناس اللي في الشرق أو مصر ما تيفهموش الهضرة ديالي، يقدروا يسولوا الناس في التعاليق باش يشرحوا لكم شنو تنقول. أما الناس اللي تيقولوا متبعين نظام الطيبات وتيطبقوه، للأسف من التعاليق ديالكم عندكم أخطاء كارثية اللي تقدر تهلك الصحة ديالكم بلا ما تحسوا. اليوم غنحطوا هاد العابات تحت المجهر، غنستخدموا الفيديو ديال الدكتور ضياء العواضي كسلاح باش نقضيو على هاد الجهل البيوكيميائي، وغنحاول نفيقكم من فخ التراكم الصامت اللي كيدمر الأجساد ديالكم باسم المعرفة. يلا نبداو. الدكتور ضياء العواضي قامة علمية، ومن اللي خرج في الفيديو وقال بأعلى الصوت ديالو السكر حياتك يا باشا، راه ما كانش كيضحك. الناس اللي كتهاجم السكر وكيشيطنوه نسات بأن المخ ديالك كيستهلك 125 غرام في اليوم، وبقية الجسد ديالك تستهلك 125 غرام، يعني الاحتياج الإجمالي هو 250 غرام كل 24 ساعة. ركزوا، 24 ساعة. بلغة البيوكيمياء الدكتور فصلها بدقة. الدماغ محتاج الملعقة السكر أي 5 غرام في الساعة، والجسم ملعقة في الساعة، المجموع 2 معالق في الساعة. علاش؟ حيت هاد السكر هو اللي كيعطيك الطاقة، الأحماض الأمينية، وحتى DNA، وكذلك RNA. الدكتور قالها بالحرف، هبوط السكر قاتل، والجسد إلا ما لقاش السكر كياكل العضلات وكياكل حتى العظام، يعني تتقاس بهشاشة العظام. وقلت لكم في الفيديو السابق أن الكمية الكبيرة ديال السكر تدير نفس المشكل، ولكن اجي نشوفوا المعلومة اللي تيغفلها الأغلبية الساحقة. واش الدكتور ضياء عطاك هذا الرقم كقانون جامد يطبق على 8 المليار ديال الناس بنفس الطريقة؟ طبعا لا. باش غتجاوبوني إلا سولتكم بلغة الميتابوليزم، واش الدكتور عارف الكتلة العضلية ديالك كيف دايرة؟ واش عارف الطول ديالك؟ واش عارف الوزن ديالك؟ واش عارف نسبة الدهون في الجسم ديالك؟ واش عارف واش انت النهار كامل جالس في الدار ولا كتقاتل وتتحرك في الزنقة؟ واش تخدم أخدام شاقة ولا جالس في البيرو؟ الدكتور عطاك معدل فيزيولوجي مرجعي، ولكن تطبيق الأعمى ديالك بلا ما تسول راسك على المحرك البدني ديالك هو أول خطوة كتحطها في هاوية المرض. اسمها جرام سكر في اليوم، مفيش حاجه اسمها جرام سكر. بتحسبها جرام للايه؟ انت وزنك كام مثلا؟ لو انت عايز تحسب بقى جرام بقى، يعني لما تيجوا تتكلموا المنطق اتكلموه صح. يعني ايه تتكلموه صح؟ يعني لما تيجي تقول لي مسموح لي بقد ايه سكر، يا ابني انا اعرف عنك حاجه؟ انا اعرف المصل الماس بتاعتك قد ايه، وزنك قد ايه، طولك قد ايه، الاكشن بتاعك قد ايه. الله، مش كل واحد بيكفيه حاجه، مش حسب انت الطاقه اللي بتعملها. افرض انت راجل قعيد زي ما انت قاعد قدام التلفزيون ليل ونهار. هنا شنو تيدير المتابع البسيط؟ تيسمع 4 كيلو ديال السكر، تيمشي للكوزينه، تيجبد واحد القرعه ديال الماء فيها نص سيطرون، تيعمرها بواحد 6 ولا 8 د المعالق، تيوصل لواحد 300 غرام ولا 400 غرام وهو فرحان. واش كيسحاب ليك الجلوكوز كينزل غير من ديك السنيده. اجيو نحسبوا نهارك كيفاش كيدوز بالنسبه للناس اللي تيتبعوا نظام الطيبات. كليتي 3 أو 5 ديال التمرات، هذا راه سكر مباشر. زدتي معلقة ديال العسل الحر في الصباح، هذا
كذلك السكر، ولكن صار من ساندة ب10 مرات. في الغدا حطيت واحد الطبسيل ديال الروز والبطاطا، هادو كيتسماو كومبلكس كاربز، غتفكك كليا في الدم وغتولي جلوكوز. الدكتور براسو قال في الفيديو اللي كيسمح لك بالروز وكيمنع السكر راه مكلخ، حيت الروز راه كله سكر، وزيد عليها طرف ديال الشكلاط، وزيد عليها خبيز دير فيه الكونفيتير، وزيد عليها تقدر تاكل شي حبه ديال الديسير. الا جمعتي هاد الشي كامل راك ضربتي كثر من 600 ولا 700 غرام ديال السكر في النهار ديالك. هذا هو الغباء البيوكيميائي. كتشد الحصه ديالك من المسموحات وعاد كتزيد عليهم معالق السكر الابيض في الماء. اسم العلم الاوعيه الدمويه ديالك كتحرق بظاهره الجلايكيشن، والبنكرياس ديالك كينهار قفزات الانسولين. ودابا غنجيب فوقاش يقدر يكون السكر مزيان بزاف. هذا هو السؤال. الجواب ديالو غنقولوا لك ملي كتكون انت هو واحد الآلة ديال الحرق. غادي تقول لي كيفاش؟ ملي كتدخلوا اللاصال، ملي تتلعبوا السبور، ملي تتمشيو ترفعوا الاوزان الثقيله بحال كمال الاجسام، ولا تتجريو مزيان، ولا تديروا الزومبا، العضلات ديالك كتفرغ مخازن الجلايكوجين في دقائق. في هذه اللحظه ديك المعالق ديال السكر مع الماء كتكون اقوى واعظم بري وورك اوت طبيعي في العالم. كتعطيك جزيئات الاي تي بي في ثواني معدوده باش تتريني قوه بلا ما تفقد الكتله العضليه. اما الا كنتي جالس في القهوه ومتكي قدام التلفزيون وجالس في السداري وجالس مع راساتك تاكل السكر والروز والبطاطا، راك كتفعل واحد الميكانيزم اللي سميتو ليبوغينيسيس، وتتصنع الدهون بيدي. وراك عارف ما معنى الدهون. المهم كلام الدكتور ضياء العواضي هو حقيقة علمية، ولكن المشكل ماشي في الكلام ديالو، المشكل في الفهم العشوائي ديالك، وأنكم تتجاهلوا الطبيعة ديال الجسد ديالكم والحركة ديالكم اللي كتصنعوا بها كوارث وانتم ما حاسينش. راه المعادلة واضحة والعلم راه ما فيهش العاطفة. وفي الأخير غنقول لكم القرار ليك وصحتك بين يديك. نشوفكم في فيديو جديد.